اهلا يا حبيبي. بتضحك على انت كمان يا جدعان، دي مأساتي. اوي، مساء الخير عليكم في حلقه جديده من مود كاست. ازيك يا عم لورد تاني؟ قال يعني مش الجزء التاني. لا المرة دي ما احتاجناش، هو كان قاعد. هو ما احتاجناش صحيح، هو كان قاعد كده يعني. كاتب لك انترو تانية. اتفضل. للحلقه التانية. ماشي. استنى، العائد مؤخرا. فقال له ايه؟ فقال له العائد مؤخرا للراب سين في مصر، ومؤسس راب اور داي، والراجل اللي انا من وجهة نظري يعني بعد ما كان بجد الراب سين بينتهي وبيختفي في فترة ما قبل ما يظهر الظهور بتاع الميديا وكل الكلام ده، عمل اللقطة اللي رجعت الراب سين تاني للشو، للقطة، للعيون الناس يعني. معاه لورد. اخويا ازيك يا عم لورد؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ اهل تمام؟ صحاب تمام؟ عيشة تمام؟ خروج تمام؟ عيد تمام؟ يلعب ابو دي شغلانه. بس مش هسكت، فاهم؟ انت مش كاتب حلقه وجات راسيني. مبدئيا يا جماعه اديكم كده بريف سريع. يعني لورد مبطل من 2020 بعد الكوارث اللي حصلت يعني، وهنتكلم عن كل الكلام ده طبعا. ومؤخرا رجع في 2023 كهوست، وكان مكسر الدنيا، وكان بينزل تراكات لاخواتنا واللي كان حاصل عندهم والمشاكل اللي كانت حاصله دي كلها ولسه حاصله يعني. ندعي لهم كلنا يا ريت. وفي اواخر 24 بدأ ينزل بقى تاني بالتراكات بتاعته بالشغل بتاعه يعني، ومكسر الدنيا برضو، ولسه هيكسر الدنيا. وهنقعد بقى نتكلم ونفهم ايه القصة وايه اللي حصل وايه اللي هيحصل. بس قبل ما نبدأ، لايك الجميل، السبسكرايب الرايق، الجرس عشان الحلقات الجاية، شير، لموا علينا الناس وفرجوا علينا الدنيا، وخش بينا بالحلقة مسقر. قول لي يا عم لورد، ليه لورد بطل، وايه اللي حصل في 2020 خلى لورد قال لك مش عايزها تاني وبتاع؟ والله كذا حاجه يعني. هو هنبتديها دراما كده على طول. امال رمضان لسه خلصان، خدوا سيكا دراما. انا عايز منى الشاذلي اعيط. عايز منى، هنطلع فاصل. والله بص، هو ما كانش اختفاء على قد ما هو كان تصحيح لمسار حياتي كلها. فاهم؟ هو انا جيت في 2020 ابتديت خدت مكان كان اسمه راب اور داي هوم. المكان ده انا كنت بطمح ان هو يبقى تطمح ادام بتطمح خلاص طبعا بنقول بقى كلام دراما بقى. سيبنا ادونا، بقول لك يا اسطى بيدونا الورق فاضي، سيبنا نقول لهم قول يا صاحبي. كنت بطمح الى الى كمان. يا نهار اسود، حازم راغب يقعد يسقف لك يعني. ان شاء الله تاخد حازم راغب، خدني معاك في حلقه. المهم يعني كان نفسي بجد ان المكان ده يبقى سبوت او السبوتايه بتاعت الراب سين، من حيث الباتلز، من حيث هو راب اور داي هوم ده كان كافيه ومطعم، وكان فيه استوديو، وكان فيه بلاي ستيشن، وكان فيه بينج بونج وبلياردو، وفيه ستيج للحفلات. كانت اريا بالظبط، اريا فيها كل حاجه بالظبط. و يعني حطينا كل ما نملك في المكان ده. فحصل حظر الكورونا، فوقفنا. يعني وقفنا، كان يعني هو الافتتاح كان الخميس، حصل سيول لو فاكر. فاكر. أجلنا للسبت، حصل الحظر. رزق مرزق من يومك ابو السلكان. فاللي حصل هي ان انا لبست في فلوس، وفي نفس الوقت انت مكان، انا كنت واخد مكان كان خرابه، بنينا من الصفر. يعني انت الارض كنت انت اللي بتعملها، السقف انت اللي عامله، فاهم؟ فخسرت فلوس كتير. وكان قبلها على طول التشانل بتاعتي اتقفلت. طبعا عارفين مين اللي قفلها، بس ما ينفعش نروح نقول، ما علينا. وكان في 30/9 في حفله باظت، وكان ساعتها صفحات الراب الجميله طلعوا قالوا عليا ان انا حرامي وان انا سرقت فلوس وبتاع ومش عارف ايه. فعارف انت اللي هو قشطه، كملت بعدها حبه بس من غير نفس خالص. اللي هو يعني انا براب حلاوه تروح. فاهم؟ عشان ده اللي انا بعمله.
فابتديت الراب بقى بالنسبه لي كاني بروح شغل ما بحبوش، بنزل ايفنتات راب اور داي مش مبسوط، بروح الاستوديو بتلكك عشان ما اروحش الاستوديو، ودي مصيبه انت فاهم. والليركس كلها رايحه في اتجاه ان انا تعبان وان انا مخنوق وان الحياه مش عارف ايه. وحتى ساعتها اصلا اخر تراك كنت عملته كنت عامل تراك اسمه بنلمع زي النجوم، فاهم؟ وكان اللي هو بنلمع زي النجوم ان في نجوم بجد احنا زيهم، فاهم؟ احنا يا دوبك بنلمع بس احنا مش نجوم، احنا تعبان وبنقع زي النيازك، فاهم؟ يعني انا وقعتي خراب، انزل هدغدغ اللي حواليا وهدغدغ نفسي. وفي نفس الوقت انت عارف حاجه زي كده مثلا ان لورد بالنسبه للناس سواء الناس اللي عمالي فولو او الباتل رابرز او الرابرز اصحابي، انا اخوهم الكبير حصل. فالناس دي اصلا في منهم ناس مسنوده عليا، فانا مش قادر. فكان حلها ان انا لازم اعمل تصحيح لكل ده، فاهم؟ يس. مش مركز في الجامعه خالص، مش مركز في صحتي، تمام؟ وابتديت اتعب، ومعرفش انا تعبان من ايه صحيا، فاهمني؟ ماشي يعني مفهوم. والموضوع دخل في حته بتاعت اللي هو في رابرز كتير نجحوا فتره وخلصوا. يس. فخلاص انا خدت فترتي. ماشي، بس هقول لك على حاجه برضو، اللقطه دي ما هي دي زي ما كنا لسه بنقول الحلقه اللي فاتت، فكره انه دلوقتي الدنيا اصلا من بسبب سرعه الدنيا وبسبب ان الحياه فعلا بقت سريعه لوحدها، بقت هي الدنيا ماشيه كده ان في إيرا بتطلع تكسر الدنيا وبتختفي، وده العادي. يعني الحلقه دي يا جماعه كلام فيها هيبقى جد وجداني شويتين، مش ضحك وهزار وبتاع، بس كلام مهم قوي يعني. ما هقول انت لما توصل لحته بتاعت ان انت مثلا بتعمل تراك انت مش حابه، وبتنزل حفله انت مش حاببها، او خلينا في تراك بتعمل تراك انت مش حابه، او مش حابه انت حاسه، بس هو التراك وانت بتسمعه اصلا عمال يفكرك بحاجات استغفر الله العظيم يا رب، فاهم؟ وطبعا بعد طبعا القناه اتقفلت وقعدت فتره عمال ما كريت واحده تانية وعمال ما الكورونا خلصت وبتاع، لما اصلا بتنزل تراك هو انت لسه عايش، هو فاللي هو لا مش ناقصه، فاهم؟ فقلت لا بص يعني هي كفايه عليا، لان انا اصلا راب اور داي دي انا اتشهرت فيها وانا كان بقالي كتير قوي قبلها، فاهمني؟ فخلاص يا جدعان احنا قعدنا من 2017 لحد 2019 احنا بنقدم كل طاقتنا، وانا حرفيا قدمت كل ما بذلتش يعني مش ما قصرتش في حاجه خالص، بالعكس ده انا كنت باجي على نفسي في حاجات ناس ما تعرفهاش، فاهم؟ فخلاص هي خلصت، فاهم؟ في ناس شرخت وانا خلصت، فكان حلها ان هو انا لازم مع السلامه، تمام؟ وفعلا خلاص مع السلامه ونشتريت ساعتها موتوسيكل، لان خلاص بقى الدنيا خربانه من كل الاتجاهات، وابتديت اشتغل سكوتر، ما اترحمتش بقى بيركب ورايا فانز. وانت ايه اللي وصلك للحته دي يا لورد؟ انت كنت نجم، انت للدرجه دي حاجه، فاهم؟ فماشي اللي انت كلام برضو بيوجع، فاهم؟ بس تيجي تنزل تقعد مع اصحابك مثلا على القهوه، تبتدي بقى الكلام اللي هو بص فلان على التلفزيون، بص علان بيعمل ايه، مش عارف ايه، مش ده كان بيجي يا بص انت اللي قاعد معانا في الاخر ويضحكوا، فانت بتضحك، تمام يعني بتمشي القعده، بس بينك وبين نفسك بقى سم بدن، ده سم بدن ده، فاهم؟ وفي نفس الوقت في ناس انت استنيت منهم ان الناس دي مجرد ما انت تختفي هيبقوا موجودين، الناس دي ما جاتش. بس خمي؟ لا خالص، الناس دي ما جاتش، فهي ككل حاجه غلط، فاهم؟ فقلت خلاص خليني في دنيتي ونشوف الحياه ماشيه بينا ازاي، وعادي يعني مش اول واحد يخش في المجال ده وما ينجحش، او ينجح لفتره وخلصت وبتاع ففعلا يعني خرجت من الموضوع ده، اتخرجت من الجامعة ونزلت كذا شغلانة في كذا حتة، وابتديت اشوف دنيتي، وابتديت مش عارف ايه، وكل ده وانا تعبان ومعرفش انا تعبان من ايه، فاهم؟ انا اوريدي عندي مشاكل على الرئة، تمام؟ بس كنت وصلت لحتة انا على طول تعبان، وصدري على طول تعبني، وبعرق بشكل مش منطقي، لحد اما في يوم فيصت،
فروحت المستشفى، طلع ان انا عندي ثقب في الرئه، فاهمني، وفي مرحله متاخره جدا. تمام، لان انا تعبان بقالي كتير وما روحتش كشفت. فعقبال ما رحت، فانا رحت في اخرها، فاهم يعني. هي الدكتوره قالت كده، قالت لي انت خلاص في اي وقت، فلازم نلحق. فاهم كلام برضو مش سهل. عم يخد بقى بجد، اللي هو صباح الفل يعني. بالظبط. فانت بقى مش عارف هتلاقيها من هنا ولا 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 من هنا، فاهمني. فقشت عملت العمليه ورجعت على البيت، ورحت رافع ستوري ان انا تعبان وبتاع ومش عارف ايه. والله ما كانش فيه اي فكره من الستوري دي غير ان انا اقول للناس صحابي ان هو يا جدعان برضه تعب، تعالوا لي. اقسم لك بالله، اقسم بالله ولا واحد جه زارني، ولا واحد بس اللي جه اسمه ويزو. فتره الموتوسيكل انا جبت موتوسيكل وانا ما بعرفش اسوق، بس انا ما قداميش حل تاني، فاهم. فعملت حوادث مع التعب. فالمهم يعني ايه، لما عملت العمليه ولا واحد جه زارني، فاتاكدت اكتر ان ده مش مكاني. انت ولا بتوع راب ده يجوا زاروك، ولا بتوع الراب جم زاروك، ولا اصحابك اللي بيصوروا كليبات، ولا اللي مش عارف ايه، ولا البروديوسر فلان، ولا فلا يا جدعان انتوا مش فيش ولا صفحه كتبت، طلع كلها عارف شغل ولا شغل، كله جاي في المصلحه بس يعني. بالظبط. فلا اتاكدت ان هي دي مش، وفضلت بقى قاعد في تصحيح المسار ده. خرجت الحمد لله من العمليه، واهتميت اكتر بقى. خلاص انت ما بتخرجش من البيت غير لو في شغل. فاتخنت شويه مش عارف ايه، ده لقيت الدنيا ربنا بيرزق من هنا وبيرزق من هنا وبيرزق من هنا، لحد ما قابلت رامز مفيد، وبدأ يتكلم معايا في ان انا ابقى MC في ريد بول. بيني وبينك كنت نفسي بس مش عايز. انا فاكر الفتره دي انا عايز ابقى في ريد بول. ليه؟ لان ده حلم اي حد من اي حد بيقدم اي حاجه انترتينمنت، هو عايز يبقى هنا، صح. ولا بالمناسبه يعني، ولا بلاش نقول ريد بول اصلا. ليه عندنا اماكن كتير ممكن نحط فيها ثلاجه ريد بول وكنزات ريد بول وبتاع. لا ايه ده، انت هتقص الحته اللي ليه انا هقول كده. لا بص الحته دي. طب استنى اقولها تاني، عندنا اماكن كتير نحط فيها. استنى لحد ما الدنيا بدات تظبط معايا وبتاع، وقابلت رامز. فرامز قال لي ايه، عايزك تبقى معانا MC وبتاع. فبيني وبينك انا كنت عايز ارجع، بس مش عايز ارجع، فاهمك. عايز ترجع عشان دي الحاجه بتاعتك، ده اللي انت بتعمله، ودي الحاجه اللي انت بتحبها، وفي نفس الوقت شفت بقى اللي يخليك قرفان من الحته دي اصلا، فاهم. بالظبط. هو حس ان انا بتفكر. فقال لي طب تعالى جرب. والله اتبسطت ما اتبسطتش كان بيها. تمام. احنا عندنا بروجكت اسمه مات الكلام. هنبقى يعني هنروح تور كده مع بعضينا، هنروح اسيوط وهنروح المنصوره وهنروح اسكندريه وهنروح اكتوبر وهنروح القاهره. اكتوبر جيزه يعني. فقلت له خلاص تعالى نجرب. وهو حس ان انا شرقان، فاهم. فكان بيسمح لي كمان ان انا اغني في الحفلات دي. فلما ابتديت اسافر واروح واجي ومش عارف ايه وايه 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 وايه، ماشي، بس انا مش شرقان. انا مش عايز يبقى ليا اختار. انا مش مستعد لحته انت لسه عايش. يا لورد الله يرحمه. فاكر ياد لما كنت مش عارف مين، فاكر خناقتك مع مين، بص مين بقى فين. الكلام اللي بيطلع شيكابالا ده مش دعوه. كمل هو MC، انا ماليش دعوه. قول يا اسطى، قول ما تخافش. عادي. صار هشي كابتن شيكابالا. انا بحبك. وانا اهلاوي بس الزمالكاوي اخواتنا في المنتخب. ايوه. خلصت بقى اهلا يا حبيبي. يا ابو سماجة امه. عامة هو كان سامك فشخ، بس انا كنت مستمتع فشخ وانا بتفرج. قول كم نرجع وصلنا لفين؟ للورد الله يرحمه. ده ايه المذيع ده؟
لا شاف زباله قوي. اقول الناس يقول لي استنى بقى لما الباشا يخلص ضحك يقول لك قولوا بتضحك على انت كمان يا جدعان دي مأساتي. ولو كلمتني لو صفرتني تاني حدفك بالطوب. بالله دي. نكمل يا شيخ. خلاص انا خلاص بجد دلوقتي. طبعا الدموع دي على كلمه انا قلتها. حزن عليك. يا رب نخلص. قول المهم ربنا فوق صورتك. فانا المفروض كنت معاهم في الكواليفايرز بتاعت مات الكلام، لان هو بالنسبه له لورد لسه مش متاكد هل لورد هيكمل ولا فكان الاتفاق ان الام سي في ريد بول مات الكلام المين ايفنت. بالمناسبه عندنا اماكن هنحط فيها كنزات ريد بول، ثلاجات ريد بول، يعني عندنا شحاتين السوشيال ميديا. ايوه. كان المفروض ابو يوسف. تمام، ده كان المين هوست. اوكي. ف جم خلاص احنا خلصنا الكواليفايرز وبتاع. عشان صار وقفنا بس في النص. محبش المناخير. شفت بوشكاش يا ابني بسبب اخطاء تقنيه فرجعنا تاني. احنا كنا فين؟ عند حسن لورد الله يرحمه. خلاص عند حسن. خلاص والله ما تقرفناش معاكم بقى يا عم. انت متخيل احنا كنا في حسن، كرهناش اليوم اللي اتكلمنا معاكم فيه. لا ما اقدرش فكلمت حسن فسالته على على المين ايفنت اصلا هيبقى عامل ازاي وبتاع. طب انا موجود ولا مش موجود؟ فقال لي عايز تبقى موجود؟ فقلت له قشطه يعني موافق، فاهم. فكلموني يلا بينا، ما انت معانا، انت وبيوسف هتبقوا الام سيز. حلو ده. وقسمنا الموضوع على انا وهو، هو هيقدم اللاينز وانا هقدم الباتلز. جامد. ساعتها انا ما حدش اعلن ان انا في الحفله، فاهمني. لما اتكلمت قلت لهم طب انا عندي طلب واحد، ممكن يوسف يقدمني؟ انا مش عايز حاجه، انا كل اللي انا عايزه ان انا يوسف يقدمني، ولو ينفع اغني اي حاجه، اغني تراك، اغني تراكين. عايز اقول عايز اشوف رد الناس ايه يعني. هل بقى وانا بعمل كده هيتقال البقاء لله برضو والكلام ده، ولا الناس مش هتبقى متقبله ولا الموضوع رايح بينا على فين يعني. فقال لي ماشي يلا بينا. فانا بالنسبه لي اللي هو ايه ده، ايه السهوله اللي الواحد عايش فيها دي. انت متعود على الشعب بتاع زمان. الكلام ده بيحصلش في مصر ليه؟ بالظبط. جينا يوم الحفله الناس مش عارفه ان لورد موجود، وعارفين ان ابو يوسف هو اللي هيقدم، وفعلا ابو يوسف طلع. طبعا يوسف. وخلي بالك اكتر حاجه صعبه في الدنيا ان انت تطلع بعد يوسف او يوسف يطلع بعديك. الناس هتقعد تدينا دي ويوسف وانت هتفضل واقف. فبيوسف راح فجأة قال كلمتين اللي هو بتاعت واحد من غيره الباتل راب مش هتبقى موجود. وانا كنت واقف باك ستيج جنب الجمهور شويه كده بس. فسامع ناس تقول لورد فاهم. قال لك عايز اسمع دوشه عاليه اللورد وبتاع مش عارف ايه. فسمعت صوت كراود بقى وبتاع. يعني هو اصلا منظري وانا طالع على الستيج مخضوض جدا. كانت سي سنتر الماظة دي صح؟ فطلعت وطبعا الناس رحب بعد كده يوسف طبعا وكل حاجه. كده خدنا دي يعني. بس يعني قشطه الحمد لله. ايه خدنا 10 دقايق الناس بتسقف ولا حاجه. ومشينا اليوم والحمد لله. الناس قالت ان لورد ضاف في الحته دي، في الحته دي كويس يعني. كانت اللقطه ان انا نزلت عشان يوسف هيقدم لاين، فيوسف طلع وراح مقدم لاين انا. اوكي. شفت انا الجاكيت طرقع. خدت بالي العظمه. فطلعت خفت اغني حاجه قديمه الناس مش عارفاها، مش عارف الناس دي موجوده من امتى، فاهم.
فقلت استنصح واغني ايه يعني الناس تراكات لسه ما نزلتش اصلا. اوكي. عشان لو الناس ما غنتش تمام يا جماعه جديده يا باشا فيدباك وبتاع. بالظبط. وخرجت دخلت في مشاكل بقى ايه اللي هو مفيش استوديوهات مفيش مش عارف ايه مش عارف احل في بروديوسرز مش عارف احل في صفحات الراب غير مهتمه مش عارف ايه مش عارف. بس حوار صفحات الراب ده تعالى نتكلم فيه شويه عشان الموضوع ده بالنسبه لي يعني بقى غريب. وفي الاول الوقت ما طلع كان كنا شايفين ان ده بيدعم وكان بيسبورت بشكل ما وساعد في ان المجال ينتشر ويظهر اكتر او الراب يعني مش هتكلم على مجال بعينه يعني. لكن دلوقتي بقت سبوبه قوي يا جدعان بقت باينه قوي انها سبوبه كمان ومفضوحه وشكلها وحش فاهم قصدي. فما تسلكوا يعني مش عيب فاهم. انا اللي بقول بره عنك ده الكلام ده على لسانه اسلكوا عشان اصل خلي بالك لو الدنيا فضلت كده وفضلنا ناخد فلوس من العيال الصغيره عشان خاطر اسمها يبان ونشوف مين صباح الفل كده مش شغال فنكسب من وراه القرشين والدنيا ماشيه ما هيجي وقت والمجال هيختفي وانت اكل عيشك هيوقف ففاهم. فما تشتغلها صح اشتغلها بشياكه مش عيب بس اشتغلها بشياكه يعني. ولا انت ايه رايك؟ انا كده هقول لك في اخر الحلقه. ماشي استنونا في اخر الحلقه. هقول لك الحوار. والناس قولوا لنا في الكومنتات برضو ايه رايكم في حوار صفحات الراب ده. ومؤخرا بدا ينتقل بقى الاكونتات الراب ريفيورز والناس اللي بقت بتحلل التراكات وبتاع. ما عنديش اي مشكله. لا ماشي يا معلم حلل حلو مش عيب اختار اللي بتعمله بس انا ما بقولش ان ده كمجمل وحش بالعكس كمجمل جامد فشخ بس نقي اللي بتعمله فاهم واعمله بشياكه. انا ما عنديش اي مشكله في اي حد بيحب يعمل حاجه يعمل اعمله حلو هتقرفنا. لا بس ما ده اللي بتكلم فيه اعمله صح اعمله حلو هتلاقينا كلنا بنسقف لك وفوق دماغنا فاهم. زي ما الموضوع اتعمل في الاول هي دي الفكره. اول ما الموضوع اتعمل كان جامد فشخ والناس كلها بيقول لك انا نفسي اطلع في صفحه كذا فاهم. فجاه بقى الموضوع الحق ده شيروا له بوست ده دفع فحتى الناس اللي بقت بتدفع بقت عيب عليهم يعني. ما علينا يعني. بس فدخلت بقى في دروله تانية خالص بتاعت ان انا عايز راب بس مش عارف. فخلاص تمام قشطه انا مكمل مع ريد بول ونزلت في كذا حاجه وهم ظبطوني بصراحه في ورك شوب ليه علاقه بالام سيز يعني وبتاع مع صافي. صافي ده حد يعني بروفيشنال فشخ في الحته دي وخلاص الدنيا بدات تزهزه كلورد من ناحيه الام سي تمام. بس كراب انا مش قادر لحد ما بدات تحصل بقى ايه الاحداث المأساويه اللي حصلت. كنت حاسس ان انا عايز اعمل حاجه بس مش عارف ايه هي. كلنا والله كله كان تحس الناس كلها قاعده قدام الكتفه كده بالظبط. فجت انا عندي وعايز اعمل مش عارف بالظبط فاهم. فكنت اتعرفت على بنت اسمها نورة جت قالت لي ايه رأيك نعمل دوكيومنتري صغير نتكلم فيه عن اللي بيحصل. فوافقت فشخ وعملنا انا وهي الموضوع ده جامد والحمد لله يعني عمل حاجة كويسة يعني جامد. بس برضه انا حاسس لا ناقص حاجة ناقص حاجة. ساعتها اتعملت اغنية راجعين فورتني فكان اول تراك انزله تراك ليه علاقه بالموضوع. ايوه تمام. وسبب كبير بقى اصلا من نقله حياتي انا كلورد الاحداث دي اللي هو همي ايه ومشاكل ايه صح وحوارات ايه وراب ايه وفانز ايه وكومنتات ايه وبتاع ايه في قصه تانية هناك احنا لا نفقه عنها شيء يعني. انا عارف يا باشا ان انا قاعد في بيتنا بالظبط فاهم بلاقي اكل عادي. انا فاكر التراك ده اليوم اللي نزل فيه انت كنت بتصور هنا برضه بجد والله العظيم ودخلنا تابعنا انا وانت سوا ماشي ازاي وحاصل فيه وبتاع. مش فاكر. انا فاكر الحوار ده بس الحلقه ما نزلتش انا فاكر برضه التصوير اللي ما نزلش بس انا فاكر اليوم ده قوي يعني. صح ماشي. وكنا قاعدين بنتكلم عن الراب طبعا الطبيخ بعد كده فخلاص انا زي ما تقول زهدت كل حاجه خلاص. بقيت اعتقد دي حاجه عدت علينا برضو يعني. انا برضو جت على فتره كده انت عارف انا في الاكل بحب الاكل قوي وبحب اركز انا هاكل ايه وبتاع
الفتره دي كانت صباح الفل، اللي هو هتاكل ايه لا اللي خلينا نعيش. بس مش زهدت ده، انا زهدت اي مشكله في الدنيا. بقول لك فاهم انه وصلت بينا المرحله ان انت يا عم صباح الفل بقى. فاهم قصدي؟ يعني لما كانت بتطلع لك اي مشكله مهما كانت عامله ازاي كنت بتقول نيجي جنبهم يعني. بالظبط. فاهم قصدي؟ فساعتها عملت تراك بتاع عشت وشفت. فهو عشت وشفت هو ملوش علاقه بيهم على قد ما هي رساله شكر. اللي هو حتى احنا حطينا مسج في الاخر: شكرا لمن علمونا الحياه وتركوها لنا. حصل. فبتعلمونا ازاي اصلا نعيش يعني. فاهم؟ حصل. من هنا بقى اخدت قرار اللي هو لا يا جدعان، انا هعمل اي حاجه انا عايزها ومحدش عارف يقول لي حاجه، واللي هيقول لي بم هديله بالدماغ، هعض من مناخيره. والله خلصت. فاهم؟ في ناس هناك عامله بلاوي بلا شيء. حصل. انا هنا معايا كل شيء. حصل. فاهم؟ انا لسه معايا امي، لسه معايا ابويا، لسه معايا اخويا، لسه معايا عندك بيت تقعد فيه، لسه قادر اقف على رجلي، لسه 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 لسه، وربنا مدينا كتير قوي هنا. فانا هعمل اللي انا عايزه. فقررت ان انا ارجع راب واللي يحصل يحصل. فاهم؟ جامد. فده ده الملخص يعني. كل اللي احنا قلنا ده الملخص القصير جدا اللي حصل فيا في الحبه دول. طب قول لي راجع بايه بقى يعني؟ شفنا رمضان واتكلمنا عنه، وشفنا لورد كان مكسر الدنيا في رمضان. اللي ما شافش الحلقه اللي فاتت هتلاقيها طالعه في اي مكان هنا في الشاشه يعني. خلص دي وروح اتفرج عليها. ضحكني قوي اللي يقول لك ايه هتلاقي الحلقه هنا، تلاقي الحلقه طلعت هنا. ايوه عشان كده بقول اي مكان في الشاشه عشان طلعت غلطت في الحوار ده قبل كده. قول لي بقى اللي جاي ايه يعني؟ الاول في حاجه تاني تمثيل ولا راب بس؟ ان شاء الله ان شاء الله في فيلم جامد ان شاء الله. ده مصورينه من قبل المسلسلات اصلا ومن قبل اي حاجه. متصور من بدري. جامد ما شاء الله. في فيلم ما شاء الله. وان شاء الله في مسلسل تاني بعد رمضان اوف سيزون. جامد. انا ان شاء الله هعرف تفاصيل يعني بعد ما نخلص عشان خاطر اكيد في ورق وحاجات زي كده ما ينفعش. بالظبط. فهعرف انا على جنب لوحدي وهطلع اقول لكم بعدين يعني. بس وفي بقى معايا كلمنا بقى عن الراب نفسه. الدنيا رايحه فين؟ معايا توني ستارك، تراك اسمه توني ستارك. شخصيا يعني؟ لا مش معايا توني ستارك. الله يرحمه. مات. ما شفتش اند جيم ولا؟ شفت. لا معايا تراك اسمه توني ستارك. جامد. لسه سامعينه جوه. ايه رايك؟ جامد. وحش. لا جامد. عارف انت لحظات السسبنس اللي الناس بتعملها دي؟ حاولت اعملها بس طلعت فاشله قوي. قلت مني. لا والله مش قصدي والله التراك جامد فشخ، هتبسطوا بيه. هو بس كان هو التراك بيتكلم عن اسمعوا بقى لما ينزل. اللي هو ما كفايه بص علينا يا جاحد انت وهو. سيبونا 5. تصدق حضر في دماغي الارت ورك بتاعه دلوقتي. ايه تمام. شفت الحديده اللي في صدر توني ستارك دي وجواها خرزه زرقاء. حلو والله جامد. ماشي هعملها والله. ودي لو ما اتعملش كليب. معايا تراك اسمه اتقل. ماشي. ومعايا تراك اقول ولا ما اقولش؟ لا ليه؟ عارف قصدي على تراك ايه ده؟ طب انا مش عارف ليه. لا ما هوش بتاعك صاحبي. خلاص كده خلاص. ده بيقول كلام. معايا تراك مع ارسنك. ماشي جامد. خلاص انت قلت لا. لسه شفت حاجه. وفي تراك انا وارسنك. جامد. وشغالين على واحد تاني اصلا. ما شاء الله جامد فشخ. تراك انا وارسنك وارو. جامد. شوت اوت اخواتنا ارو، شوت اوت ارو، شوت اوت ارسنك، شوت اوت كل حد، اي حد اتقال اسمه في الحلقه يعني عشان تراكي انا وارو وارسنك اللي عامل البيت نوفل. جامد. مش هنقول بقى ينزل فين، دي خليها على الله. هينزل فين؟ هو في مكان معين هينزل؟ ايه ده الحوار ده؟ لا طب ماشي، انا ماشي عايز اعرف. اكتبوا لنا في الكومنتات ممكن ينزل فين عشان انا مش فاهم يعني هينزل فين دي. وبس. ومعايا تراكات تاني صح؟ مين بقى؟ انا مش مواجهه الدنيا. معايا تراك اسمه الواجهه. و الدي جي يا جماعه اللي كان وجيتي تاني ليه؟ الاغنيه بتاعت عيوني براكين. بعد انا مش عارف اسميها ايه. مش فاكر.
وتراك لسه ما تسمعش. لسه في واحد تاني جامد بتاعك انت منصور تراك انا منصور شاب لسه جديد بس قنبله موقوته. ودي وارو قنبله موقوته. ارو جامد كده توصيف وسيف اخو ارو قنبله موقوته. انت فاهم تعمل مشروع هتحارب بيه. ها جامد يا شي والله. معنا فيها تراكات حلوين يعني. جامد مستني ومتاكد ان كده هتكسر الدنيا يعني. يا رب بالتوفيق يعني ان شاء الله وبتاع. الله يخليك وبتاع كل حاجه. ما هي كل حاجه في الدنيا وبتاع بقى فاهم زق معايا يعني. وبتاع. في حاجه تانية عايز تتكلم عليها؟ رايك في صفحات طب نرجع شويه. ماشي رجع حاجه بقى ايه. ايوه بخصوص رابورداي. ما ده اللي جاي. ما انت ان شاء الله رابورداي تعمل لها ريبراند من كل حاجه وجهزنا احنا هنعمل ايه اوريدي وخلاص يعني. التنفيذ بدأ يعني فاهم. بوعد الناس ان احنا زي ما عملنا صحوة في 2017 هنعمل صحوة في 2025. في 2025 ده نازل في القريب منه. احنا خلاص هنا حبة صغيرين قوي هنبتدي في ودي. طب ايه الموضوع راح فين بس اديني الموضوع راح مش هينفع اقول خالص. ما فيش اي هنتات. لا ماشي صراحة. ماشي. انا هعرف كل ده لوحدي عامة كمان شوية بعد ما اخلص تصوير. وعد مني. وعد ليه انا ولا للناس؟ وعد لاي حد في الدنيا. انا حضرت الفطار بتاع WKS. ماشي. كان في ما يقارب شوية رابرز حلوين. حلو. بص المشهور واللي مش مشهور والقديم والجديد وبتاع. الناس كلها بتسب وبتلعب في صفحات الراب. تمام. وانا مش عايز اقول انا دار معايا ايه في المسلسلات. تمام. في البيدجات مش عايز اقول اي حاجة بس انا وعد ان الناس دي ان شاء الله يا تتعدل يا تتركن يا نهايتها عندي. بس خلي بالكم هنطلع لايفات زي واحد صاحبنا كده وهنقول كل حاجة. اقسم بالله انا مش صافيلكم ومش ناوي على خير. محدش صافيلهم يا شيء حتى الجمهور ما بقاش صافيلهم. مش بص انا اقول لك حاجة. انا بغير على الراب اكتر من اي رابر في المجال ده. تمام. وانا بالنسبه لي انا مش رابر بس. فاهم. لا انا عايز ستيل ايا كان اللي حصل معايا ومش اللي حصل معايا انا الكوميونتي ده كله بحبه وانا شايف ان المجال ده كل الرابرز اللي فيه هم اطيب بجد كوميونتي انا اتعاملت معاه وناس جدعه لايا كان الاسباب يعني بس هي الظروف. وانا واخويا وابن عمي على صفحات بيتهيألي احلى قفله ممكن نقفل بيها الحلقه يعني. لورد اتكلم وفضفض وطلع كل اللي جوه. يعني عجبتكم الحلقه؟ اللايك الجميل، السبسكرايب الرايق، الجرس عشان الحلقات الجايه. اكتبوا لنا في الكومنتات متوقعين ايه اللي لورد ناوي عليه يعني في اللي جاي عشان شكله الموضوع على بوظان يعني. وبس كده. عايز تقول حاجه للناس؟ وادعوا لاخواتكم يعني. ادعوا لاخواتكم عشان الدنيا بايظه خالص عندهم والله. والله توحشونا. سلام. Free audio post production by alphonic.com.